السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة حاتي في البيت. إن شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. المقادير الموجودة معايا نص كيلو من اللحمة الضاني، ومعايا نص كيلو من اللحمة الكندوز. واللحمة الكندوز دي انتي وراحتك، يعني ممكن تبقى بلدي مستوردة اللي انتي تحبيها. ومعايا 3 بصلات كبار انا فرمتهم حلو جدا في الكبه، وخدت الميه بتاعتهم وركنتها على جنب. ومعايا نص كوبايه من الفيجيتار الحار. ومعايا عارفين خلطه الكفته الجاهزه، انا جبتها، جربيها هتعجبك جدا. وحطي عليها نص كوبايه من الميه وسيبيها على جنب خالص. ومعايا معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من كيك شيف او البيكنج باودر. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي اول حاجه هنعملها بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل باللحمه. حاولي لما تيجي تعمليها تتعاملي في حاجه تكون غويطه عشان تعرفي ايه تخلطي المكونات كلها مع بعضها. طبعا انت وراحتك، انت ممكن تخلي اللحمه كلها كندوز، يعني مش لازم تحطي ضاني، بس جربي الضاني هتعجبك جدا. وهنزل بخلطه الكفته، وهنزل بالفلفل الاسمر والملح والبيكنج باودر، وهنزل بالفيجيتار، وبالبصل بتاعي. هتشوفي كميه الكفته اللي هتطلع لك منها هتبقى عامله ازاي. هخلط المكونات دي كلها مع بعضها حلو جدا 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 على قد ما تقدري، وهرجع لك تاني. وهي الكفته بعد ما خلطت المكونات كلها مع بعضها حلو جدا هرفعها في الفريزر لمده نص ساعه، وبعد كده هرجع لكم تاني. وهي الكفته بعد ما قعدت في الفريزر نص ساعه وارتاحت خالص، انا هجيب قالب، طبعا انت وراحتك، دهنته كله زيت، ومعايا ميه البصل اللي احنا اتفقنا ان احنا هنخليها نحتفظ بيها مش هنسيبها. ويلا بينا نصبع الكفته مع بعض. وقبل اي حاجه انا مشغله الفرن على درجه حراره 200. ودلوقتي اهي الكفته مع بعض هنصبعها، انت وراحتك، عايزه تصبعيها على قلم، على معلقه، على عصيان الشيش، انت وراحتك، بس بصراحه انا بحبها كده عاديه خالص. اهي اهو، هعمل الكميه اللي معايا وارجع لكم. ودلوقتي اهي الكفته بعد ما صبعتها طبعا اتبقى منها كتير جدا. دي اول صينيه ان شاء الله هدخلها الفرن. وبعد ما ادخلها الفرن بعد حوالي نص ساعه هقوم مطلعاها واحط عليها معلقه سمنه واقول لكم هعمل ايه. تعالوا نعمل مع بعض احلى رز بسمتي بطريقه سهله وخفيف جدا، وان شاء الله هتجربيه وهيعجبك. انا هعمل ربع كيلو رز بسمتي بس لان هو بيرمي كتير ومش الكل بيحبه. دلوقتي اللي معايا بالظبط واخده ليموني، ومعايا عود قرفه خشب، ومكعب مرقه، وربع معلقه ملح، وربع معلقه زعفران، ونص معلقه كركم، و2 ورق غار، وربع معلقه صغيره جدا، هو اقل من الربع، من الفلفل الاسمر. مكعب المرقه ده اختياري مش اجباري، بس طعمه بيخليه حلو قوي. ومعايا هنا معلقتين من الزيت كبار هيسخنوا حلو قوي، وهسمي بالله وانزل. الرز انا نقعاه في ميه سخنه. ودلوقتي هقلب التوابل بتاعتي كلها مع بعضها كده. اهي بصي اتقلحت حلو قوي. وهننزل بالرز. كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايه ونص ميه سخنه. هو دايما بياخد ميه اكتر طبعا من الرز الابيض، اكيد كلنا عارفين. ودلوقتي هنزل بالميه بسم الله الرحمن الرحيم.
هقلبه حلو قوي كده مع بعضه، وههدي النار عليه، هخليها كده وسط، واول ما الميه تشرب خالص منه هقوم مهديه النار خالص عليه. بصوا بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه كده فاتتني واوريها لكم. الكفته بعد ما قعدت في الفرن بالظبط حوالي 10 دقايق، فتحت عليها الشوايه من فوق وحطيت معلقه سمنه وطلعتها، وحبه الميه البصل اللي كانوا عندي حطيت عليهم معلقه كاتشب، ودهنت كل صوابع الكفته من فوق، فتحت عليها الشوايه. وهي بعد ما طلعت، يا رب يا رب الاكل يكون عجبكم وتكون طريقته كانت سهله عليكم، وان شاء الله ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.